اهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب اقول ان قصتنا القصيرة النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن اي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا. يلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن ايه. يلا بينا. القعدة في البلكونة الخلفية مزاج عندي، وتقريبا هي الميزة الوحيدة في الشقة الجديدة اللي اشتريتها من حوالي شهر علشان هتجوز فيها. أنا بحب الهدوء، والبلكونة دي بتطل على منظر هادي، منطقة فاضية وفيها أشجار. ودايما من بعد المغرب بعمل كوباية شاي تقيلة واخد الكرسي بتاعي واطلع اقعد افكر في حياتي الجاية. وكنت ملاحظ ان في راجل كبير في السن شكله طيب بيطلع يقعد في البلكونة الخلفية اللي في الشقة اللي جنبي. بلكونتين لازقين في بعض، وبرغم اننا مش بنتكلم لكن بقيت متعود عليه كأنه من أساسيات المكان. اللطيف في الموضوع إن وقت خروجه للبلكونة هو نفس وقت خروجي في أول الليل كده من بعد المغرب. لكن من وقت ما سكنت هنا لا قابلته على سلم العمارة ولا حتى في الأسانسير، ولا شفته فتح الباب. قلت يمكن بيخرج يجيب طلباته وأنا بره، وبعد كده ما بيخرجش. في ناس بتحب قعدة البيت لدرجة كبيرة، وده اللي خلاني أحسده على حياته الهادية. لكن في ليلة خرجت أقعد في البلكونة كالعادة ومعايا كوباية الشاي بتاعتي، واتفاجئت إنه مخرجش. الوقت فات وهو ما ظهرش. ده اللي خلاني أتجرأ وأروح أرن عليه الجرس. فتحت الباب عندي وخرجت، ولما رحت عنده عند الباب قعدت أضرب على الجرس، لكن اتفاجئت إن الجرس بتاعه بايظ. خبطت كام خبطة على الباب بس مفيش حد فتح، وليلة ورا التانية، ولقيت إن الحكاية بقت غريبة. بس قلت جايز يعني يكون خرج، راح كام يوم عند حد من قرايبه ولا حاجة. ليه لأ؟ بعد يومين خرجت البلكونة في معادي، وبعد دقايق سمعت باب البلكونة اللي جنبي بيتفتح، ولقيته خارج ورجع لعادته القديمة. ده اللي خلاني أقوم أكلمه لأول مرة وأقول له مساء الخير. بص ناحيتي وهو مستغربني وقال لي مساء النور. أنا محمود جار حضرتك. لقيتك ما ظهرتش من كام يوم على غير العادة. أي نعم مفيش كلام ما بينا، لكن عدم ظهورك كان حاجة تقلق. أتمنى تكون بخير. الظهور بقى شيء مرهق، زي ما انتوا بتحسوا بملل من شغلكم وبتزهقوا لما تعملوا نفس الحاجة كل مرة. احنا برضو بنحس بملل وزهق. بصيت له شوية كده وأنا مستغرب كلامه وقلت له انتوا واحنا؟ معلش يعني حضرتك تقصد مين بانتوا واحنا؟ انتوا بني البشر واحنا بني الجن. كلامه خلاني بحلق فيه وانا مستغرب.
ما قدرتش أنطق نص كلمة، لكن هو كمل كلامه وقال: ما هو أصل أنا من الجن اللي ساكن الشقة المقفولة دي من سنين. قال الكلمتين دول وقام دخل جوه وقفل باب البلكونة وراه، وبعدها أنا خدت بعضي وخرجت من الشقة ورحت خبطت على باب شقته. لو قلت لكم أنا خبطت أكتر من 100 مرة محدش هيصدقني، بس كنت حاسس إني بقدم في ملطة، لأني قعدت أخبط كتير على الباب ولا حد عبرني. بعدها رجعت شقتي تاني وكنت بقول في نفسي: إيه الشخص الغريب ده؟ الراجل ده مجنون ولا هزاره تقيل وبايخ؟ يا ريتني ما اتكلمت معاه، ما يخرج البلكونة ولا يولع حتى، أنا مالي؟ من بعدها وأنا بخرج البلكونة في نفس ميعادي، بس ما كنتش بشوفه بيخرج خالص البلكونة ولا حتى بسمع أي صوت في شقته. أسبوع أو أكتر على الحال ده، لحد ما قلت جايز تعبان ولا مات ولا حصل له أي كارثة جوه. لكن كنت عارف إني لو رحت وخبطت على الباب مش هيعبرني، وما كانش قدامي غير إني أنزل أبلغ البواب. أخدت بعضي ونزلت على تحت، ولما شفت البواب قلت له: عم درغام، محتاجك في حاجة لو سمحت. ساعتها ساب اللي في إيده وركز معايا وقال لي: تحت أمرك يا أستاذ محمود. بقول لك إيه، في راجل غريب في الشقة اللي جنبي، كنت شفته مرة في البلكونة ومن بعديها اختفى، بقاله أسبوع أو أكتر. بعدها رحت خبطت على باب شقته علشان أطمن عليه، لكن ما بيردش عليا ولا في أي صوت جوه الشقة. عايزك تتصرف وتحاول تشوف طريقة لحسن يكون جراله حاجة. ساعتها بصلي باستغراب وقال لي: تقصد مين؟ عدم لا مؤاخذة يا أستاذ محمود، الشقة اللي جنبك مقفولة من 12 سنة ما اتفتحتش ولا حد دخلها، دي حتى الكهرباء مفصولة عنها. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بقولك الراجل كان بيطلع كل ليلة في البلكونة الخلفية ومن بعدها اختفى. هو أنت مش مصدقني ليه؟ مش مصدقك لأن دي شقة واحد هاجر كندا من 12 سنة هو وابنه، ومن ساعتها وهي مقفولة والكهرباء مفصولة عنها. حتى الراجل مات هناك وابنه مرجعش، ولا في حد دخل الشقة ولا معاه مفتاحها. يبقى مفيش غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها تكون اتسكنت، وإن اللي بيظهر فيها ده هو اللي ساكنها. حسيت إن دماغي هنجت، ومعرفش إزاي بدأت أربط بين كلام البواب وكلام الشخص اللي كان في الشقة. ده اعترف لي وقال لي بعضمة لسانه إنه من الجن، ده قالها بكل صراحة، ودلوقتي البواب بيصدق على الكلام. واللي خلاني أتأكد إن الكلام صح لما البواب قال إن الكهرباء مفصولة عن الشقة. فعلا لما رحت ورنيت الجرس ما كانش شغال، وأنا اللي كنت فاكر إن الجرس بايظ. لكن أكيد كلام البواب هو اللي صح، ما هو أدرى مني بالعمارة واللي فيها. أنا لسه جديد هنا، ده أنا حتى معرفش مين جيراني. الحكاية دي كنت بفتكرها دايما وأنا قاعد في البلكونة الخلفية لشقتي، شقتي الجديدة، مش الشقة اللي كنت بحكي عنها دلوقتي. أصل أنا بعت الشقة إياها واشتريت شقة تانية وفيها بلكونة خلفية برضه، لكن الحكاية هنا مختلفة. الشقة اللي جنبي فيها أسرة عايشة وطالعين نازلين. أصلي بصراحة ما كنتش أقدر أعيش هناك، خصوصا بعد ما عرفت إن اللي كنت بشوفه ده طلع من الجن مش بني آدم. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير
واشوفكم في القصة اللي جاية.